بعد الفيديو ده باذن الرحمن مش هتشتري مربى من بره تاني. عملنا المربى البيتي باسهل الطرق. يلا انتهزي بقى الفرصه والحقي بقى اعمليها في موسم الفراوله، لان الفراوله اليومين دول بتبقى مسكره وبتبقى لونها احمر كده وجميله. شايفين؟ اللهم بارك. المربى تحفه، قوامها جميل قوي، بيوريه كده ولونها احمر كده وفي منتهى الجمال. وعملنا كيلو فراوله بكوبايتين سكر بس، يعني مفيش احلى ولا اوفر من كده. يلا بينا نشوف محتاجين ايه عشان نعمل مربى الفراوله اللذيذه دي. اول حاجه جبت كيلو فراوله كده، نقعته. لازم ننقعه في شويه ميه كده الاول علشان الفراوله بيبقى فيها رمل كده وطينه، ولازم ان انت تتخلصي منها خالص. وبعد كده هتاخديها وتشيلي الورقه اللي بتبقى فوق بالسكينه كده. حاولي ان انت ما تاخديش كميه كبيره من الفراوله، تخلصي من الجزء اللي فوق بس. وهنبدا ان احنا نجيبها بقى ونبدا نقطعها مكعبات صغيره بالشكل ده. ليه بقطعها مكعبات صغيره؟ مثلا ما بسيبهاش كامله او بقسمها 2 بس، لان انا عايزاها تبقى بيوري كده، يعني تبقى مربى ناعمه، ما يبقاش فيها قطع. لو انت بقى بتحبي المربى يبقى فيها قطع، تقدري ان انت تقسمي الواحده 2 بس وكفايه لحد كده. لكن انا بحب اقطعها لمكعبات كده صغيره علشان تستوي معاكي بسرعه وما تغيبش على النار. وكمان اول ما بتدي لها هرستين كده بهرسه البطاطس بتبقى معاكي بيوريه في منتهى الجمال، ولا بتحتاج هاند بلندر ولا اي حاجه. جبت بقى الحله اللي انا هسوي فيها الفراوله، وبدات ان انا انزل بالقطع اللي انا قطعتها مكعبات بالشكل ده. انا بصراحه بعمل كيلو النهارده اللي هو تصبيره كده، لان سعر الفراوله طبعا غالي. بس اول ما الفراوله تبدا ترخص بجيب بقى حوالي 4-5 كيلو كده، وببدا ان انا اعملها واخزنها كده في برطمانات في التلاجة. بتبقى معايا في منتهى الجمال وبتفضل معايا بالشهور، ما بيحصلهاش اي حاجه. اهم حاجه البرطمانات تكون متعقمه ما فيهاش اي ميه خالص، وهقول لكم ازاي تحافظوا عليها ما تعفنش ولا يحصل لها اي حاجه، وبتبقى معاكي في منتهى الجمال لحد ما تخلص كلها. بجد المربى اللي بتتعمل في البيت بتبقى احسن من المربى اللي بتشترى من بره بكتير. بتبقى طعمه كده وطعمها جميل قوي، والسكر بتاعها بيبقى مظبوط وطعمها بيبقى خطير، وحاجه نظافه كده، ضامنه بقى ان انت حاطه فراوله نظيفه، مش فراوله بايظه ولا فراوله مثلا فيها اي عيوب خالص. لا، فراوله سليمه بالشكل اللي انتوا شايفاه ده. طبعا بقى لو جبت الفراوله كده من السوق ولقيتها مستويه كده ومثلا استحرمت ان انت ترميها بسبب الاسعار الغاليه، هتقومي رايحه مقطعاها وحاطه عليها كوبايتين السكر وهتحطيها على النار، وهيبقى معاكي اجمل مربى. مفيش حاجه بتترمى في الايام اللي احنا فيها دي، لان الحاجه كلها سعرها غالي. اهم حاجه تكون مستويه، يعني ما تكونش حمضانه، انك لو عملت الفراوله حمضانه هتلاقي فيها طعم لاسع كده ومش هتبقى حلوه خالص. هنجيب بقى كوبايتين من السكر. لو انت بتحبيها مسكره زياده عن اللزوم او مسكره شويه هتحطي لها كوبايتين ونص، لكن لو بتحب السكر بتاعها مظبوط هتحطي لها كوبايتين سكر بس. في ناس بتحط لكل كيلو مثلا من الفراوله او اي كيلو حاجه من المربى نص كيلو سكر، فده بيبقى كتير قوي، والمربى هتبقى مسكره قوي زياده عن اللزوم وبتجزع كده. طبعا السكريات الكتير بتبقى غلط، فاحنا هنحط كوبايتين من السكر بس وهنقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنحط عصره ليمونه، يعني هنحط كده ليمونه. ايه بقى ميزه الليمونه؟ الليمونه بتخلي المربى تمسك معانا كده وتربط معانا بسرعه، ما تغيبش على النار وتفضل سايله كده ومش عايزه تربط خالص، فده بيسهل معاكي ان هي تربط بسرعه. وكمان بتبقى كمادة حافظة ليها ان هي ما تغمقش ولا يحصل لها اي حاجة. جبت بقى تلت كوباية من المية ونزلت كده على الفراولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبها لمدة ساعة. هتكون نزلت المية بتاعتها وهتبقى معانا في منتهى الجمال وهتبقى خطيرة. شايفين؟ بدأت ان هي تنزل المية بتاعتها كده شوية. بتسيبيها بقى لحد ما السكر بتاعها يدوب خالص قبل ما ترفعيها على النار. لكن لو انت مستعجلة ومش معاكي وقت هترفعيها على النار عادي، هتبدأ السكر يدوب معاكي بسرعة. لكن لو انت معاكي وقت سيبيها لمدة ساعة كده في التلاجة او بره التلاجة، احنا في الساعة يعني مش هيحصل لها اي حاجة. اول ما تبدأ ان هي تنزل المية بتاعتها بالشكل ده، شايفين المية بتاعتها بيبقى لونها احمر كده وجميل، بتبدأي بقى ان انت تحطيها على النار وتهدي عليها النار خالص. لو عليتي عليها النار هتلاقي المربى بدأت ان هي تاخد لون كده بسرعة، والفراولة ذات نفسها ما استوتش. وممكن بقى عشان ان انت تسيبيها عشان الفراولة تستوى تقوم تاخد لون غامق منك، لون محروق. هتهدي عليها النار وكل شوية هتشيلي من عليها الريم بالشكل ده. ليه بقى لازم نتخلص من الريم ده؟ عشان الفراولة تفضل معاكي في التلاجة ما يحصلهاش اي حاجة خالص، وتفضل المربى مهما قعدت بالشهور كده ما يحصلهاش اي حاجة. الريم ده بتبقى بقى بكتيريا وحاجات كده مش كويسه، تخلصي منها خالص. وابدأي ان انت بقى سوي الفراوله على نار هاديه خالص لحد ما تستوي، وخدي بالك منها عشان ما تتحرقش زي ما قلتلك. اهم حاجه لو وصلتي معايا في الفيديو لهنا والفيديو عجبك ما تنسيش اللايك الجميل والمتابعه للصفحه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها. شايفين بقى شكل الريم عامل ازاي؟ بتتخلصي بقى من الريم ده كله وشويه وبتلاقيها بدأت ان هي تقل كده معاكي، او الكميه بتاعتها تبدا تقل وتبدا انها تستوى. هنجيب بقى الهراسه ونبدا ان احنا نهرسها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بتهرسي فيها بالهراسه بتبدا تاخد قوام كده بيوريه خالص، وبتبقى معاكي ناعمه وفي منتهى الجمال.
زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ببيتها بقى كده، انا كنت عاملاها بالليل، ببيتها للصبح، ما بعبيهاش في البرطمان غير لما بتبرد خالص عشان تتماسك، لانك لو عبيتيها سخنه كده تبقى سايبه كده ومش حلوه. اصبري بقى لما تبرد كده وتبدا ان هي تتماسك بالشكل ده. شايفين القوام بتاعها بقى عامل ازاي؟ قوامها بقى ما شاء الله تقيل كده. لو فردتيها بقى في العيش الفينو كده، او فردتيها في الكايزر، او فردتيها في السندوتشات العاديه، هتلاقيها متماسكه كده وما بتسيلش معاكي كده من السندوتش. جيبي بقى برطمان نضيف كده ومتعقم ما فيهوش اي ميه خالص، وتبداي ان انت تنزلي كده بقى الفراوله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احتفظي بيها في برطمانات ازاز لو هي هتطول معاكي في التلاجة شويه، لكن دي طبعا كميه صغيره تقدري ان انت تحتفظي بيها في علبه تلاجة عادي لو ما عندكيش برطمانات ازاز. اللهم بارك كده. عبينا الفراوله، لونها وقوامها في منتهى الجمال. شايفين لونها عامل ازاي؟ اللهم بارك، حاجه كده تفتح النفس ولذيذه خالص، ولونها تحفه. يعني جايز الكاميرا كانت ظالمه اللون بتاعها شويه، عشان كده فتحت الفلاش عشان اللون بتاعها يوضح لكم. لونها احمر وفي منتهى الجمال. جربوها باذن الله هتعجبكم قوي وهتنول اعجابكم ومش هتبطلوا تعملوها بالطريقه دي. وكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.